السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة وتفاصيل القبض على الرابور الجزائري ومغني الراي الجزائري المعروف بالاسم الفني داك، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر القبض عليه بعد قيامه بغناء أغنية بعنوان صوت الشعب، وانتقدت الأغنية من خلال كلماتها رئيس الدولة الجزائرية عمي تابون والسلطة والجزائرية، واستعمل في الأغنية كلمات يعجز اللسان عن وصفها، ما دفع السلطات الأمنية وبأمر من وكيل الجمهورية القبض عليه بصورة عاجلة. ومن هو داك مغني الراي والرابور الجزائري؟ اسمه الحقيقي أحمد كمال جنادي، واسمه الفني داك، رابر من ولاية عنيبة، يعيش بمنطقة واد فرشة، يبلغ من العمر 24 عام، ولد في 5 جانفي 1997. بدأ هذا الأخير مسيرته سنة 2015 مع فرقة من زوبياداته، كان يطلق داك عدة مقاطع ماكسي تاب، نادرا ما يطلق أغنية لوحده، وما زال على هذا النهج إلى يومنا هذا.